الفيلم كيبدا بمذيعة كتصور في الشارع وهي خايفة لحقاش الزومبي منتشر وكياكل الناس، وكنشوفوا الطالبة في كلية ديال الطب كتجري موراها الزومبي. وقبل هادشي ب4 ديال السوايع سوزي كتكون مع صحابها ايدي وسوزي وبيتر ورونار والدكتورة بيمن في مشرحة ديال الكلية كيدربوا على التشريح ديال الجثة وكيحاولوا يعرفوا السبب ديال الوفاة. مورا ما سالاو ايدي كتقول لصاحبتها ما تعطلش على الحفلة اللي دايراها بمناسبة ديال انتهاء الفصل الدراسي. قالت لها بلي غتمشي عندها ومشات للمختبر كتفحص العينات اللي خدات من الجثة. مشات عند الدكتورة بيمن قالت لها بلي ماكس اللي كيجي كل سيمانه يتبرع بالدم ما كاين. قالت لها تمشي عنده تاخذ عينه لحقاش اكتشفات بلي الاجسام مضاده في الجسم ديالو اكثر من الطبيعي. مشات عنده وخدات عينه لقاتو داير وشمه بسميتها في يديه وضايقه وتعصبات عليه. دخلات ايدي وطردات ماكس ودات زوي الحفله، ولكن المشروبات كانت سالات وكانوا مخبيين المشروبات في المسرحه. مشات زوي هي وبيتر باش يجيبوا المشروبات اللي كان خلعها وخدم المشروبات وسبقها، ولكن وهي خارجه لقات ماكس داخل عندها المسرحه وكيقول لها بلي راه كيبغيها. على غفله الجثه ديال الراجل ناضت وهجمات على ماكس. هي تصدمات وهربات وقالت لصحابها يهربوا، ولكن الدكتوره بيمن كانت صابت وهجمات على واحد فيهم والجثه ديال الراجل وصلت عندهم. زوي وادي طلعوا للشرم باش يهربوا. خرجت زوي ولكن ادي هجم عليها بيمن وتحولات. من بعد 5 سنين كيكونوا الناس قلال اللي بقاو عايشين والاغلب ديالهم عايشين في معسكرات. زوي كانت ما تصابتش وخدامه في مخبأ تابع القوات العسكريه. كنشوفوا زوي كتحاول تلقى علاج للفيروس وكتساعدها اليس. دخلت عندهم وحده قالت لهم بلي بنتها مريضه بزاف والدواء ما دار معاها والو. مشات زوي دوزات ليها، عرفت بان عندها التهاب رئوي. مشات عند القائد مارك اللي كان في الاجتماع، قالت لي على الحاله ديال ليلي وقالت لي بلي المرض ديالها معدي وخاصها تاخذ مضادات حيويه اللي كاينه في الجامعه اللي كانت هي كتقرا فيها، وقالت لي بلي هي عارفه بلاصتهم. القائد رفض لحقاش البلاصه بعيده، ولكن ملي حس بلي الموضوع خطير وما عندهمش الوقت وافق وقال لها بلي القائد باكا غيمشي معاها. النهار الثاني باكا وجد الفريق ديالو لوسي وفرانك وتوماس وشي وحدين اخرين وخرجوا بجوج طوموبيلات ديال العسكر. وهما في الطريق واحد الطوموبيل خسرت وسط الغابه. نزلت لوسي تصايبها والاخرين امنوا البلاصه. شويه سمعوا شي صوت ولكن لوسي في اخر لحظه صايبت الطوموبيل وجراو موراهم الزومبي. من بعد كتكون زوي والاخرين وصلوا للجامعه ومجموعه دخلات والاخرين بقاو مامنين برا. قدروا ياخذوا الدواء ولكن زوي استغلت انها تما ودخلت المختبر بغات تاخذ شي مواد اللي غتساعدها باش تصايب العلاج للفيروس. على غفله بان ليها زومبي تيرات فيه. سمعها باكا واللي معاه مشاو عندها والزومبي تا هما سمعوا الصوت ديال القرطاس ومشاو جيتو. طاح ليها شي حاجه ولقاه الزومبي اللي كان هو ماكس. باكا تيرا في الزومبي ولكن واحد فيهم عض فرانك واضطروا يخليوه. جراو ركبوا الطوموبيلات ومشاو. وصلوا للمخبأ والقائد عرف الموت ديال فرانك وديما مرت فرانك قالت لهم لي زوي هي اللي كانت السبب على علاش خلاتهم يخرجوا من المخبأ. كنشوفوا ان ماكس مخبي تحت الطوموبيل وبالزربه دخل الغابه قبل ما يشوفوا حد وهجم على عسكري وقدر يدخل المخبأ. زوي مشات عند ليلي وعطاتها الدواء طمأنتها بلي الحاله ديالها غتولي مزيانه وغتبرى. ماكس كيكون في انابيب ديال التهويه كيقلب على الغرفه ديال زوي، شافها واقفه مع باكا وتعصب. واحد من الحراس سمع شي صوت في الفتوحات ديال التهويه، مشى يشوف شنو كاين وتفاجأ بماكس اللي هجم عليه. من بعد زوي كتكون غاده وحست شي حد مراقبها، دارت لقاتو ماكس هربات هو موراها. عفطات على الانذار وباكا والفريق كانوا جايين عندها وماكس حبس زوي وراها سميتها في يدو. وصل باكا واللي معاه تيراو عليه ولكن زوي قالت لهم بلي هي باغا حي وشدوه ربطوه. ميغل مني شافو قال ليه علاش ما خليتيش يقتلوه. قالت لي بلي راه هو واعي وكانت عنده فرصه باش يعضها وما بغاش يعضها وحطات يديها وماكس نيش ما عضهاش. قالت لي بلي غادي يعاونها باش تلقى العلاج حيت عنده اجسام مضاده في الجسم ديالو ووافق. بدات دير الابحاث ودارت ليه سكانير لقات بلي القلب ديالو والجوجوه وحتى الرجل ديالو ما تاثروش ومشات خدات منه عينه. وهي كتحللها سولها باكا على النتيجه اللي وصلت ليها. قالت ليه بلي المستوى ديال الهرمونات ديالو ماشي طبيعيه واول مره تشوف شي حاجه هكا. قالت لي بلي ماكس عنده 9 ديال الهرمونات مختلفه وممكن يوصلهم علاج الفيروس، ولكن غادي تحتاج زومبي من الزومبي اللي على برا باش تعرف اش من هرمون من الهرمونات ديالو غادي تخدم عليهم. باكا ما بغاش، قال لها بلي راها حاجه مستحيله، ولكن هي قدرت تقنعه. بالليل خرجوا تخبيه على قائد ميغل ودخلوا واحد الزومبي. زوي كتاخذ عينه منه ولكن الزومبي دفعوا الباب ودخلوا وعضوا إلسا من يديها. باكا واللي معاه ركبوا طوموبيلاتهم ودخلوا بالزربه، ولكن ميغل عرف وتعصب على زوي لحقاش هي السبب اللي جرى وشاف إلسا اللي تصابت حتى هي وقتلها. وقال زوي بلي عندها 12 ساعه ويقتل ماكس حتى هو. باكا قال لي بلي زوي كتحاول تلقى علاج ينقذ البشريه وبلي خاصو يعاملها احسن من هكا، ولكن ميغل قال لي بلي هي كتضحك عليه لحقاش كتعاون ماكس حيت كان الصديق ديالها ولما تيقوش يشوف يديه وغلقى السميه ديالها موشومه فيها. مشى لزوي سولها قال لها واش تقدر تلقى علاج للفيروس ولا لا. قالت لي بلي هي نيت قربت توصل للعلاج. سولها على السميه اللي في درع ماكس واش من علاقه عندها به. قالت لي بلي هو شخص مجنون كان كيضايقها وهي طالبه وكما كانت محتاجاه كانت قتلاتو شحال هادي. ومشات كتكمل خدمتها. دخل الفونسو لوسي اللي قربت من ماكس وعيراتو، شدها وضرب لها راسها مع الحيط وانقذها الفونسو. وماكس خدا السيرو ديال السلسله باش مربوط بلا ما يردوا ليه البال. زوي دارت في ماكس على اللي دار وتعصب ما اهتماتش ومشات كتكمل التحاليل. تاكدت ان الدم ديال ماكس ممكن دير به لقاح الفيروس
وممكن يعالج المصابين في المراحل الاولى. تفاجات باللي ماكس فك راسو وشدها من عنقها، لاحت عليه ماده حارقه وهربات. تلاقات باكا واللي معاه، قالتها ليهم، قلبوا عليه في المختبر ولكن ما لقاوش. خدموا الانذار وعلموا الناس انه كاين زومبي هربان. كنشوفوا ليلي اللي بدات تبرى، خرجت تقلب على امها ولكن لقاتها تحولت زومبي، وقبل ما تعضها ماكس بان وقتلها وشد ليلي. ميغال عرف بلي ماكس هرب، طمنهم ودار في باك، لحق شاق في زوين اللي لقات سلسله ديال ليلي في الارض. جرات تشوفها في طريقها، لقات حراس مقتولين. خدات مسدس ديال واحد فيهم، على غفله كتشوف ماكس شاد ليلي وهددته بالمسدس. بغى يعض ليلي وقال لها خاصها تخرج معاه، اضطرت تنفذ الطلب ديالو وطلق ليلي، ولكن شد زوي. الزومبي كلهم دخلوا كيحاولوا يعضوا زوي وماكس كيدافع عليها. باكا وميغل وصلوا وبداو كيضربوا في الزومبي بالقرطاس. جات قرطاسه في يد ماكس وقدرت زوي تهرب منه، ولكن شافت ليلي كتجري ومشات موراها باش تحميها. لوسي كانت كتضرب الزومبي ولكن تعضات، والفونسو اضطر يقتلها وكان حزين. هجم زومبي على باكا وعضو في دراعو، ولكن باكا قدر يضربو بالقرطاس. وميغل الزومبي كلاه وحتى حد ما قدر يعتقو. حل باكا الباب على قبل زوي وليلي اللي كانوا مخبين في مشتل. ماكس شافهم ومشى كيقلب عليهم. فجأة بانت زوي وقتلاتو. باكا بدا يحس بالمرض، وقبل ما يقتل راسو زوي شافتو وقالت ليه بلي غادي تعالجو. هو رفض ولكن طلباتو حيت هي عارفه توقف الفيروس. داتو ودقات ليه اللقاح، واللي لقات بلي الجسم ديالو بدا كيستجب، وهي تقول كلشي بلي هما دابا عندهم اللقاح اللي غيخليهم يعيشوا حياه طبيعيه بلا خوف، وما غيبقاوش محبوسين ورا بيبان مسدوده عليهم. هنا كيكون ملخص ديالنا سالا. كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش جيم وكومونتير زوين، وكيف ديما لايك وشير. تصبح على خير. معكم يزيد.